المشاهدين، حضراتي واصدقائي المشاهدين، بنرحب بيكم في القناه. واسم القناه منوعات مع بولس. هنتكلمكم النهارده في فيديو جديد تماما عن اخر اخبار الفن. حلقه كده شهريه دقيقتين ثلاثه هندردش مع بعض. حبايب المشاهدين، هنتكلم عن اخر اخبار الفن واخر مسلسلات رمضان المنتظره في 2024. والحلقه الجايه وزي ما وعدناكم افضل افلام 10 افلام كوميدي للزعيم عادل امام. انا عنده عدل. هنتكلمكم ايه اخر اخبار الفن. محمد سامي هيرجع مسلسل جديد. المسلسل بنعمل افكار. المسلسل بطولة احمد زاهر ومي عمر. المسلسل ده متاخد من فيلم الافكات بتاع حسن سبانخ، من فيلم عادل امام ويسرا وعلي الشريف. الفيلم ده المسلسل ده هيتعرض في رمضان 2024 وهيكون من سيناريو وحوار محمد سامي ومواد طارق، طبعا من اخراج المخرج محمد سامي. في مسلسل تاني اللي هو قنبلة الموسم، قنبلة رمضان 2024. ايه هو قنبلة الموسم؟ محمد سامي مع محمد رمضان. جعفر العمدة الجزء الثاني. جعفر العمدة الجزء الثاني هيرجع في رمضان 2024، والابطال زي ما هم محمد رمضان، احمد داش، على صدقي مي كساب، بس باستثناء الفنانة زينة اعتذرت وهيشوفوا بديل ليها تقوم بدور عايدة. مين هيقوم بدور عايدة؟ عاوز تحت رأيكم في الكومنتات. بعد كده مسلسل جعفر العمدة ده هيكسر الدنيا. الجزء الثاني لو كان نفس قوة أحداث سيناريو الجزء الأول. بعد كده معانا مسلسل الكبير قوي، زي ما ولفنا أحمد مكي إنه هيرجع بالكبير قوي المرة دي بالجزء الثامن، بالرغم من فشل الكبير قوي الجزء السابع وفشل الكبير قوي فشل الذريع. الجزء السابع هيرجع بالكبير قوي الجزء الثامن، واحمد مكي بيتحدى الجمهور وبيتحدى نفسه في انه يرجع بالكبير قوي الجزء الثامن. هل هينجح؟ هل هيكسر الدنيا زي الجزء السادس والخامس والرابع والثالث والثاني والاول وباقي الاجزاء، ولا هيفشل زي الجزء السابع؟ بعد كده محمد امام هيرجع مسلسل رمضاني جديد من اخراج المخرجه الشاطره جدا شيرين عادل، اللي اخرجت اخر مسلسلين لمحمد امام، هوجن والنمر، ويوسف الشريف. شابوه يوسف الشريف، موسم الشابوهات. هيرجع مسلسل القيصر الجزء الثاني، او ممكن كفر دلهاب الجزء الثاني، او ممكن مسلسل الصياد او اسم مؤقت الجزء الثاني، او ممكن يفاجئنا كلنا ويرجع بالنهايه الجزء الثاني. مسلسل النهايه اللي عجب ناس كتير في رمضان 2020، وده كان اخر مسلسل يوسف الشريف تقريبا، هو وكوفيد 25. كوفيد 25 ما عجبش الناس، مش هيرجع منه جزء تاني. ممكن يبقى جزء تاني النهاية، الصياد، اسم مؤقت، القيصر، كفر دلهاب. مسلسلات يوسف الشريف اللي نجحت هترجع جزء تاني في رمضان 2024، وهيبقى أقوى موسم رمضاني من سنين كتير، عشان هتلاقي فيه كريم عبد العزيز داخل المسلسل طائفة الحشاشين. المسلسل ده من إخراج بيتر ميمي، وجاي فيه بدور حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين. فهتلاقي كريم عبد العزيز نازل، محمد إمام نازل، يوسف الشريف، يحيى الفخراني، هتلاقي محمد سامي ومحمد رمضان بجعفر العمدة الجزء الثاني. هتلاقوا مسلسل نعمل وفكاته. يعني في مسلسلات قادمة قوية في رمضان 2024. لو عجبكم الفيديو ده لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان نعمل أفضل 10 أفلام كوميدي في تاريخ عادل إمام، وبعد كده نخش على أفلام الأكشن. ولو عايزين ندخل على أفضل أفلام أحمد زكي اكتبوا تحت رأيكم في الكومنتات. وأعزائي حضراتي وأصدقائي المشاهدين، شكرا شكرا شكرا.